تعالوا بقى نلحق كده واوريها لكم كده، يبقوا معانا برضو في الفيديو بتاع المشتريات، لان هي بجد حاجات جميله قوي 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 قوي. اللهم بارك. اول حاجه فيهم في الحاجات اللي انا نسيت اوريها لكم القمر دي. اللهم ارزقنا قلوبا حنونة ونفوسا رحيمة حتى ترحمنا في الأرض والسماء يا رب الأرض والسماء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. يومنا جديد، روتين جديد، روتين مشتريات لتجديد المطبخ وتجديد البيت. هنجدد مع بعض كده المطبخ وهنجدد البيت لمشتريات رمضان 2026 ان شاء الله. كده يكون فيديو حلو كده ليكم، وعايزاكم بقى ترفعوا باللايكات الكتير قوي، تحطوا اكبر كميه لايكات كده للفيديو ده. وتعالوا نبتدي معانا الاول بحاجه المطبخ. واول حاجه جبتها في المطبخ الدورق الجميل ده كده معانا زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، شكله عجبني قوي قوي. هو اكريليك كده معايا واللهم بارك زي ما انتم شايفين. ينفع بقى معانا لمشروبات كده الفطار. ده جبته معايا ب 100 جنيه. جبت الدورق ده ب 100 جنيه، وهو فيه معايا 3 كوبايات ب 125 جنيه. هو الكواليتي بتاعته حلوه قوي واللهم بارك، حلو قوي كده معانا. جبته معايا ب 100 جنيه، معايا 3 كوبايات ب 125. انا طلبت من الست قلت لها هاتي لي الدورق بس ب 100 جنيه. فده كده اول حاجه معايا في المشتريات. وتاني حاجه جبتها معايا الديسبنسر الجميل ده بتاع العصاير. جبته معايا هو 2 لتر و600 زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، شكله عجبني قوي قوي قوي، فطلبته برضو منها مع الدورق كده تجيبهولي. اللهم بارك زي ما انتم شايفين. المسمار ده لسه عايز يتربط. ده كده الغطا بتاعه ازاز، الغطا بتاعه ازاز. ودي الحنفيه بتاعت الديسبنسر بتاعه، وهو شكله كده معانا. بسم الله. ده كده الحامل بتاعه. مش عارفه التصوير واضح معاكم ولا ايه. قربت لكم كده الكاميرا عشان تشوفوا معايا. ده كده الحامل بتاعه اهو معايا بالشكل ده، وهو كده ازاز معايا. اللهم بارك، جميل ما شاء الله، حلوه قوي ما شاء الله. وده هيبقى الغطا عليه. جايباه بقى معانا عشان يبقى معانا في مشروبات رمضان كده، ويبقى شكله كده يفتح النفس. استنوا هركب البتاعه دي واجي لكم عشان عايزه اشوف شكل النهائي هيبقى عامل ايه. رجعت لكم اهو، بصوا كده. ده كده شكله النهائي معايا. قولوا لي كده ايه رايكم فيه. عاجبني قوي اللهم بارك عليه، شكله حلو قوي، شكله هيبقى شيك معانا. الحنفيه بتاعته بتترفع لفوق كده وبتنزل تاني. ده كده تاني حاجه جبتها معايا الديسبنسر الجميل ده. الديسبنسر ده يا بنات ب 550 جنيه. الدورة ب 100، ده ب 550. وتالت حاجة جبتها معايا، احنا مش هنعد بقى عشان ما شاء الله جايبة شوية حاجات حلوة. جبت معايا اللبانة الجرانيت ده. اللبانة الجرانيت دي ده كده الغطا بتاعها زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك اللهم بارك. قمر كده معانا، يا رب تكون يعني واضحة اهي. مقاس كام دي مكتوب عليها؟ مش عارفه اشوف لكم مقاس كام دي. اهي يا بنات مقاس 16. مقاس 16 مكتوب عليها هنا على الكرتونه، هنا مقاس 16. وهي اللهم بارك حلوه قوي قوي قوي. طبعا عشان اغلي برضو اللبن فيها للولاد وكده، ونسلق فيها بيض، وطبعا ليها احتياجات حلوه كتير قوي معانا. دي بقى ما جبتهاش كاش، فمش هقول لها يعني مش هقول على سعرها عشان انا ما جبتهاش كاش، فمش هتفرق معاكي كتير. انما دول الحاجه اللي جبتها كاش هقول لي سعرها، هقول على سعرها معاكم. ايه تاني جه للمطبخ؟ جبنا الفواره بتاعه اللبن دي ب 15 جنيه، ومش انا اللي جايباها بصراحه، كان حد جايبها لي. يعني انا بحب اللبن يفور اقفل عليه على طول، فجبت الفواره دي. الفواره دي ب 15 جنيه، دي فواره للبن. جبنا معايا بتاعه التلج دي، بتاعه الايس دي. دي انا كنت جايباها بقالي شويه ونسياها، فالمهم ان انا ايه، كنت جايباها ب 30 او ب 35 جنيه مش فاكره. دي عشان نعمل فيها التلج.
طبعا لو احتاج تلج لاي حاجه يبقى مكعب التلج كده بالطول ده، يبقى شكله كده حلو معانا. فجبت دي ب30 جنيه. السكينتين دول بقى انا عندي سكاكين كتير في المطبخ، بس اغلبيه اليدات بتاعتهم اتكسرت، فجبنا السكينتين دول. انا كنت عند ماما، لما رحت عند ماما لقيت حد شارهم لها يعني ومش عاجبينها، فانا عجبوني. ما عنديش الشكل ده، هو سيبكوا بقى اليد الخشب من هنا كده عريضه، فهي شكلها عجبني. هما بصوا الاتنين هي حاميه قوي، هما الاتنين زي بعض. فقلت لها خلاص انا هاخدهم، وانا خدتهم. سعرهم الاساسي ايه مش عارفه بصراحه. فالسكينتين دول عجبوني عشان انا محتاجه سكاكين في المطبخ. انا عندي كتير بس متكسرين اليدات بتاعتهم. لسه جايلي الاوردر ده بقى من الابليكيشن على طول، كنت طالباه من ابليكيشن نون. انتوا عارفين انا بستسهل الطلب من عليه، فلسه الاوردر ده جايلي دلوقتي. طالبه من عليه ايه بقى؟ في المفروض في حاجه ثالثه هتيجي معاهم بس ما جاتش، اما تيجي هبقى اقول لكم عليها. طالبه الرول الخشبي ده، بيبقوا مغلفين الحاجه قوي. ما طلعش الدرجه اللي انا عايزاها، مش عارفه، ما طلعش الدرجه اللي انا اصلا شفتها. يعني انا هوريكم الصوره، هحط لكم الصوره واوريكم الدرجه. انا جايباه عشان الرخامه معايا. الرول ده 5 متر ب175 جنيه، ب175 جنيه. انا جايباه عشان الرخامه، بس الاصفارات اللي فيه غريبه. هنحطه بقى ونجرب كده، لان انا اصلا جايباه عشان الرخامه، مش محتاجاه في حاجه الا الرخامه، ويبقى موجود معانا بقيته كده لو احتاجناه في اي تجديدات في البيت. فالرول ده ب175 جنيه معايا. جبت تاني معايا جبت ده لخلاط المطبخ معايا، اللي هو خلاط الحنفيه. عشان انا خلاط المطبخ عندي في مسافه كبيره بيبهدلني قوي، فجبت ده كده يبقى معايا يعني على قد الحوض، ما يخرجش. يعني انا اللي عندي مثلا جاي كده، فدي كده بتبهدلني ميه، على ما بغسل شويه المواعين الميه بتبهدلني بصراحه. فانا جبت ده بالخلاط بتاعه اللي هو بيركب في الحيطه. جبته هاند ميكسر كده، هيبقى معايا بالشكل ده. استنوا كده هوريكم. يبقى معايا كده بالشكل ده. قولوا لي كده ايه رايكم فيه. انا عايزاكم تقولوا لي رايكم في المشتريات دي كلها، لان بجد انا جايباها وانا محتاجاها فعلا بجد وعن اشتياق يعني. فانا جبت ده كده معايا. طبعا في هنا لسه الحاجات بتاعته اللي تركبه، وانا بعرف اركبه، هعمله معاكم برضو ان شاء الله. جبته ب600 جنيه. جبت ده معايا ب600 جنيه. الخلاط ده جبته معايا كده ب600 جنيه. يا رب يطلع عملي وما يتعبنيش يعني. ليه الصوت ده؟ ما علينا، هنحطه ونجربه مع بعض واقول لكم رايي فيه. بس هو اللهم بارك شكله مبدئيا حلو قوي وعاجبني. جبت تاني ايه معايا للمطبخ. عايزه اقول لكم كنت متضايقه جدا 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 ان انا مش لاقياه، بس ربنا اكرمني ولقيت يعني الطبقه بالظبط بس مش رول. للحيطه نفس الشكل اللي عندي عشان نكمل الحيطه. هو برضو اللهم بارك نفس الرسمه. البنات اللي متابعه معايا عارفه ان هو نفس الرسمه بالظبط. استنوا كده عشان الرسمه تبان لكم برضو زي كده. انا طبعا ده طالباه، هقول لكم التفاصيل كده. استناني. اهو يا بنات، استني هحطهولك هنا كده واوريكي. اهو يا بنات ده شكله كده، وده رسمته نفس الرسمه اللي معايا. الرول الرخامي اللي انا حطيته على الحيطه نفس الرول بالظبط، بس ده بلاطات. ماشي، البلاطه تمنها 45 جنيه تقريبا. يعني هكتب لكم طولها وعرضها، هبص للمحادثه واكتب لكم هي كام في كام. بس هي الواحده ب45 جنيه. انا جبتهم معايا 4 بلاطات. انا كنت طالبه منه 10 بصراحه، هو ملقاش الا ال4 دول عشان اكمل بيهم حيطه المطبخ معايا. بصوا هم 4 اللي طلبهم. هو سمكها رفيع شويه عن الرول، السمك بتاعها رفيع شويه، فيا رب يطلع بنفس الكواليتي بتاعته ويكون حلو في لزقه. فهنجرب كده مع بعض وهقول لكم الدنيا هتبقى عامله ايه. بس انا مبسوطه ان انا لقيت نفس الشكل، لاني دورت على الرول ما لقيتش. دول 4 بلاطات، البلاطه الواحده ب45 جنيه. تعالوا بقى اتفرجوا معايا على القمر دي.
اللهم بارك. القمر والجمال ده كده. عايزه افتحها لكم لاني اللهم بارك حجمها معايا كبير قوي. بصوا هي اللهم بارك قد ايه يا اختي. بصوا زي ما انتوا، يا رب تكون باينه لكم. بصوا هي حجمها معايا قد ايه. انا هفتحها لكم دلوقتي. وده بقى حاجه كان نفسي فيها قوي 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 من زمان. استنوا كده نجيب المقص ونفتحها واوريكم الجمال والحلاوه. تعالوا. بسم الله اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. ما شاء الله. تعالوا بقى عن الجمال أنا أتحدث عن الجمال. ده برواز أنا جايباه للحيطة دي كده. برواز أنا جايباه عشان نلزق معانا على الحيطة دي. طبعا هنشيل اللون الذهبي ده اللي فاضل، وهنعمل ندي وش بياض عشان الخطوط اللي باينه فيها دي اكيد باينه لكم. وهنحط بقى البرواز القمر ده. استنوا كده هحطه لكم واقول لكم. بصوا يا بنات هيبقى بالجمال والحلاوه دي. هيملى معانا الحيطه. هيبقى اللهم بارك. استنوا كده كل كاميرا كبرها اهو. هيبقى معايا بالجمال ده كده. ملكوش دعوه بالزباله اللي على جنب دي بتاعت فتحنا احنا دلوقتي. هو هيبقى معانا بس طبعا الكلام هيبقى مظبوط. هو تحت مش سوا بعضه كده، لا هو يعني ايه اما ركبوا مع بعض هوريه لكم. هو وكان فضل الله عليك عظيما. جميل جميل جميل. حلوه قوي وشكلها عجبتني وقلت هتليق معايا. هندي للحيطه زي ما قلت لكم وش، وهتبقى موجوده معايا على الحيطه دي. هي هتبقى في الشكل ده كده. هتبقى موجوده معايا هنا تحت الثلاثه السبوت دول. هتبقى موجوده معايا هنا. هلزقها ان شاء الله كده معاكم. بس زي ما قلت لكم هدي وش نظافه للحيطه ونحطها مع بعض. بس يعني ايه هشوف تلزقه لان انا اول مره اجيب برواز لزق زي كده او طابلو لزق زي كده. فاللهم بارك دي جبتها معايا زي ما انتوا شايفين كده. قال لي في ال 8 مللي دي كده 8 مللي. قال لي في ال 8 مللي وفي ال 4 مللي. بس هو نصحني عشان هتجيبي ال 8 مللي هاتيها اللهم صل على النبي اللهم بارك. هاتيها عشان هتجيبي الكبيره هاتيها ال 8 مللي. جبتها قال لي ال 4 مللي ب 850 وال 8 مللي ب 920 غير الشحن بتاعهم طبعا. فال 8 مللي ال 4 مللي مش عارفه متلخبطه معاكم ليه. ال 4 مللي ب 850 نفس الشكل ده ونفس المقاس ده. مقاسها دي متر في 175. يعني العرض كده متر. العرض كده متر في 175. متر في 175. فجبتها معايا ب 920 غير الشحن بتاعها ليها. فهي تمنها من عندهم 920. القمر اللي معانا ده كده. بصوا بقى يا بنات جاي معاها المسامير والحاجات دي. بصراحه انا مش عارفه دي بيتركبوا فين. يعني هستفسر كده ولو حد فيكم يعرف يقول لي. جاي معاها العلاقات والمسامير دي. ومش هو بيتلزق بلزقه على الحيطه اللي هو اسمه انجكشن دوت ولا بيتعمل بدي. المسمار ده ما اظنش يشيلها يعني. فقولوا لي لو حد فيكم يعرف المسامير دي بتاعت ايه. تمام. جاي مع الطابلو ده. ايه تاني بقى جبناه عشان خاطر ايه. جبت معايا الدفايه القمر برضو دي. جبت معايا الدفايه الجميله خالص دي. بصوا بقى يا بنات الدفايه دي انا جايباها للسرير الكبير عندي. هي ممكن تكون يعني هي الرسمه كده بس مش ده اللون اللي جوه. هوريكم كده كيس مخده صغير منها. اللهم بارك. الكواليتي بتاعتها جميله قوي قوي قوي. عجبتني. انا من ساعه ما اتجوزت ما جبتش دفايات خالص. عنديش الا الدفايات اللي بفرشها دلوقتي على الارض زي ما انتوا عارفين. فهي ايه لونها فاتح كده معانا وحلو. بصوا ده كده كيس المخده اللي فيها. ده كده اهو كيس المخده بتاعها اهو. والظهر ساده معايا. بصوا الفرو بتاعها ناعمه وجميله وما شاء الله حلوه قوي. زبده في ايدك. زبده معاكي في ايدك. فاللهم بارك حلوه. جبتها معايا اهي. جبت دي للسرير الكبير معايا. ده كيس المخده التاني. هي المفروض كيسين مخده وكيس او كيسين خداديه وكيس مخده كبير. كيس مخده كبير اهو. بصوا ما شاء الله. كيس مخده كبير. وطبعا الدفايه جبت دي جبتها ب1100 بس برضو مش كاش. يعني انا يا بنات بمشي نفسي كده.
وجبت اللون ده اختها، يعني مش اختها في الرسمه، يعني اختها في القطعه. جبت التانية دي اللون الزهري شويه، ده اهو الخداديه بتاعتها الصغيره اهي. برضو القماشه معانا زبده حلوه اللهم بارك. وبرضو كيس خداديه تاني زيه، وكيس مخده كبير معانا اهو. اللهم بارك، عجبتني فجبتها معايا. جبت الاتنين دول غيار بقى للسرير بتاعي، الاتنين دول غيار للسرير بتاعي. تمام، هما دول بالشكل ده، الاتنين دول غيار للسرير بتاعي. ان شاء الله هفرشها معاكم برضو هقول لكم. جبت الواحده ب 1100 بس مش كاش، يعني دي ب 1100 دي ب 1100، هسدهم يا بنات على 15 شهر. انا في ناس كده بتجيلنا عند الشغل بجيب منهم الحاجات دي. جبت دي. جبت برضو دفايات تاني حلوه معايا، عايزه اخد رايكم فيها وقولوا لي برضو عليها كده. جبت معايا الدفايات القمر دي، ادي واحده، ادي التانية. قولوا لي ايه رايكم في الالوان دي. التانية تمام. وادي التالتة تمام. وادي الرابعة، ادي الرابعة. جبت معايا الاربع الوان دول، الواحدة 220 في 240، يعني هتفرش معانا سرير كبير قوي مرتاح. انا عايزه اقول لكم ان يعني برضو خامتهم زبده معايا كده وعجبتني، وهم ساده ما فيهمش اي شغل خالص 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 معايا. افتح لكم دي كده، هم ساده واللهم بارك، حلوه يعني انا ما فردتها حلوه اهي. اللهم بارك، زي ما انتم شايفين هي ساده ما فيهاش اي شغل، والواناتهم جميله عجبتني قوي، الواناتهم حلوه عجبتني قوي. جبت معايا الاربع الوان دول، جبتهم برضو غيار معايا وللولاد. الاربع الوان اهم كلهم زي ما انتم شايفين 220 في 240. جبت اللونين دول شبه بعض، الاتنين لون دول شبه بعض عشان ممكن احطهم لسرير الولاد، يعني ممكن الاتنين دول هم نفس الدرجه، ممكن احطهم غيار لسرير الولاد. وجبت معايا اللون الجري اللي انا بحبه ده، وجبت معايا اللون الهافان الجميل قوي ده. عايزه اقول لكم ان انا اصلا محتاره، قلت لو ما نفعونيش للسراير او الكلام من ده هعملهم زي بياضات كده للركنه معايا واستعملهم. بس اللهم بارك انا لما فردتهم خامتهم عجبتني قوي قوي ما شاء الله. ده الظهر بتاعها وتقفيلها حلوه قوي ماشي، وده الوش بتاعها، فاللهم بارك عجبوني. الواحده من دول تقريبا ب 380 جنيه، بس برضو يا بنات مش كاش. زي ما قلت لكم من نفس الناس اللي بتيجي ده، يعني اللبانه الجرانيت والاربع دفايات اللي هم الفردانيين والاتنين دفايه دول مش كاش، دول انا جايباهم على 15 شهر. انما الطابلو هو اللي كاش جايباه، يعتبر هو ب1000 جنيه بتوصيله. هما الاربع دفايات دول بس، والاتنين دول مش كاش، انما بقيه الحاجات كاش معايا. الاربع دفايات والاتنين دفايات يعتبروا ال6 دفايات، واللبانه دول مش كاش، دول معايا على 15 شهر الناس بتيجي عندنا في الشغل. انما بقيه الحاجات انا دافعه فلوسها كاش معايا. فاضل بقى معايا ايه؟ فاضل معايا السجاده القمر دي، بديل السجاده الحلوه دي عجباني قوي قوي قوي. هفردها دلوقتي واوريها لكم. اللهم بارك حلوه قوي قوي. بصوا بقى قبل ما اوريكم السجاده، في دفايه تانية انا طالباها بس لسه جايه الاوردر النهارده، هو لسه ما جاش. لو جه وانا بصور معاكم هوريها لكم، فممكن تجي لي النهارده او بكره. في دفايه تانية انا طالباها بس مش ساده زي دول، لا فيها قلوب وكريز وحاجات كده ايه، يعني شويه مختلف عن دول، ولونها تقريبا كشميري. تعالوا بقى افتح معاكم السجاده القمر دي واقول لكم بقى سعرها ايه وشكلها عامل ازاي. اهي يا بنات بعد ما فردتها كده ليكم ما شاء الله اهي، ده شكلها كله. استنوا برضو هعمل لكم الكم
بصوا ده شكلها، هي مقاسها 2 في 3. لقيت عليها عرض انها ب 800 جنيه، هي سعرها الاساسي 950 جنيه، لقيت عليها عرض ب 800 جنيه فجبتها على طول اول ما شفت، لان انا كان نفسي في الشكل ده. اول ما شفتها ما ترددتش، على طول رحت متصله بصاحبه اللي على الواتس، ورحت قلت لها احجزيها لي وبعتها لي. بعتتها لي عايزه اقول لكم تاني يوم الصبح بالظبط. فاللهم بارك الرسمه دي عجباني قوي، بس هي مشكلتها معايا بصوا هي في الاضاءه تحس ان هي غامقه. انا عايزه اقول لكم ان هي فاتحه قوي، فاتحه قوي قوي قوي، يعني ايه مش عارفه هتنفع معايا مع العيال ولا لا، لانها فاتحه فعلا. بس هي رسمتها كانت عجباني، وان شاء الله هطلب منها نفس الشكل بالظبط. هطلبه من اول دخل باب الشقه لاخر الركنه كده، اللي هي تقريبا متر في 4 او متر في 4 ونص، يعني هحسبها بالظبط واطلبها منها نفس الرسمه ونفس الشكل بالظبط. هحطها معايا كده في الركنه. عايزاكم تقولوا لي بجد ايه رايكم فيها، وايه رايكم في المشتريات كلها. بصراحه المشتريات كلها عجباني قوي قوي قوي. اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرزقكم يا رب كلكم بما تتمنوا. دي جبتها ب 800 جنيه عشان هي سعرها الاساسي ب 950. بقى لونها فاتح، لونها فاتح قوي، يعني مش قادره، مش عارفه، عايزه الكاميرا تبين لكم اللون. لونها فاتح بس تفاصيلها ورسمتها حلوه عجباني، وقلت الالوان دي حلوه. يعني دي انا عايزه اقول لكم ما تستحملش معايا فرش اسبوع على الهرك اللي عندي. فطبعا هلمها بقى معاكم كده. ودي كده كانت يا بنات شويه المشتريات الجميله اللي احنا اشتريناها مع بعض. لازم تقولوا لي ايه رايكم في المشتريات الحلوه دي، ويعني تدوني رايكم في كل حاجه اشتريتها، لان كل حاجه اشتريتها بحب. يعني كل حاجه اشتريتها بجد عجباني وفرحانه بيها ومبسوطه بيها، يعني ما خدتش حاجه كده وخلاص. كلهم بصراحه احسن من بعض. هو الحاجه الوحيده اللي يمكن تكون مزعلاني الرول الخشبي دوت، لان مش دي الدرجه اللي انا كنت عايزاها. ممكن احط لكم الدرجه اللي انا كنت عايزاها برده معايا كده في الفيديو وهقول لكم. انما بصراحه يعني كل حاجه اشتريتها في المشتريات دي كلها جميله وكلها عجباني، وان شاء الله كده نجدد بيها البيت قبل رمضان 2026. وباذن الله كده ربنا يرزقكم كلكم بما تتمنوا يا رب العالمين، ويصلح حالكم واحوالكم يا رب. اشوفك بقى يا امرايا ان شاء الله كده في فيديو جديد وروتين جديد. يا رب تكون المشتريات عجبتك، وبالله عليكي ما تنسينيش في اللايك، عشان بجد انا نفسي الفيديو ده يترفع، لان بجد كل الحاجات زي ما بقول لكم جبتها عن حب. يلا يا امرايا كده الفيديو بتاعي خلص والمشتريات خلصت. لو جت معايا الدفايه اللي بقول لكم عليها النهارده هوريها لكم، ولو جت برده قبل ما الفيديو يترفع هوريها لكم الدفايه اللي فاضله معايا. انما اللهم بارك دي الحاجات اللي وصلتني لحد دلوقتي. هو فاضل لي حاجتين، الدفايه والحاجه الثالثه بتاعت نون صغننه برده كده للمطبخ، هبقى اوريها معاكم كده. وبكده اكون خلصت روتيني. مع السلامه يا قمر، اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وروتين جديد. مع السلامه، السلام عليكم. تعالوا بقى نلحق كده واوريها لكم كده، يبقوا معانا برضو في الفيديو بتاع المشتريات، لان هي بجد حاجات جميله قوي 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 قوي. اللهم بارك. اول حاجه فيهم في الحاجات اللي انا نسيت اوريها لكم القمر دي كده معانا اهي. هخرجها لكم من الكيس ده، انا شارياها بقالي كتير قوي، يعني انا شاريه دي ومش راضيه هطلعها الا هطلعها معاكم. ده كده كيس الزلط بتاعها، وهي اهي بالشكل ده. وده البود بتاعها اهو، بصوا ده كده البود بتاعها بالشكل ده معايا اهو. ما شاء الله عاجبني انا الشكل ده قوي. انا كنت طالباها بيضه بس جات لي كافيه، فالخيره فيما اختاره الله. المهم ان هي دي جزء لوحده ودي جزء لوحده، وعليهم الشجره، يبقوا بالشكل ده كده. اخلع لكم بقى الكيس، شايلاها بقالي كتير عشان نجمع المشتريات، واجي اطلع المشتريات في الاخر انساها. بصوا بقى هي ورقها بيتفرد بقى كده معانا، نبقى نفرده كده اهي بالشكل ده معانا كده اهي. قولوا لي بقى رايكم فيها ايه، بجد جميله قوي 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 عجباني. ورقها لسه هيتفرد كده ويتظبط معانا. هي بص الكواليتي بتاعها مش احسن حاجه، بس انا عاجبني الشكل بصراحه، ومحتاره احطها فين. انا محتاره. بصوا اهي كده اللهم بارك جميله، محتاره احطها فين. الشجره دي انا جبتها ب 450 جنيه. طبعا كيس الزلط اللي محطوط وراها ده بيتفضى بيتحط هنا كده على الجبس الابيض اللي موجود تحت، وان شاء الله يبقى شكلها حلو معانا كده. فدي كده اللهم بارك برضو موجوده معايا من ضمن المشتريات. تعالوا بقى ما نشوف الجمال اللي في الكيس بقى في الدنيا كده فيها ايه. بصي بقى يا قمر، كلها هتبقى اشجار وحاجات كده حلوه.
جبت الجمال ده اهي، برضو ماشيه كده عجبتني فجبتها معايا اهي. قولوا لي ايه رايكم برضو فيها. ما شاء الله جبتها، بس يعني عايزه اقول لكم دي تقريبا ب 130 او ب 140، مش فاكره بالظبط ايه، يعني انا مش فاكره بالظبط دي بكام. انا مش فاكره بصراحه دي بكام. جبت الفرع ده، الفرع ده واحد ب15. ثانيه هقول لك انهي افتكر. بصي هو اصلا، بس ده تقريبا ب15 ده ب20 تقريبا، يعني الفرع ده اللي هو ملون فيه اصفرات كتير ده الاتنين قلب، الاتنين قلب، بس واحد ما فيهوش الاصفر الكتير ده او الليموني او الاخضر الكتير ده، وواحده يعني واحد ب15 واحد ب20. مش قادره بصراحه افتكر انهي واحد فيهم اللي ب15 وانهي واحد اللي ب20. هو واحد وواحد، الاتنين من محلين مختلفين. جبتهم برضو معايا. وجبت برضو معايا الكيوتات الجميله قوي دي، الكيوتات الحلوه قوي دي ب20 جنيه. قالت لي الواحده ب20 جنيه، الاتنين ب35 جنيه، فجبت الاتنين معايا. لو هاخد واحده لوحدها كده ب20 جنيه، لو هاخد الاتنين مع بعض ب35، فخدت الاتنين مع بعض مع الزرعه دي مع دي. بصوا دول 35 والفرع ب20، يبقى 55، يبقى دي ب150. دي ب150 لان انا كنت جايبه الخمس حاجات دول او الاربع حاجات دول بال200 جنيه، كان معايا 200 جنيه وعديت على المحل جبتهم. فكان هما الاتنين دول ب35 والفرع ب20 وده ب150. عشان كده خدت مني 200 جنيه، هما كانوا 205، قلت لها لا 200 جنيه هي وسبتها. فالمهم دول كده جبتهم برضو معايا، يبقوا معايا كده ديكورات صغننه كده بقى، نحطهم على الرخامه، نحطهم في مكتبه التلفزيون، في اي حاجه ينفعوا معانا. جبت بقى كمان ايه بقى اخر حاجه عشان ما ننساش حاجه. انا كلمت الست بتاعت الدفايه وقالت لي هجيلك بكره. جبت معايا الكوشنات الجميله الحلوه دي، جبت دول اتنين ما شاء الله، بابلز بتاعها حلو، هو خفيفه، انا حاسه ان هي خفيفه شويه مش سميكه، بس يعني ايه ما شاء الله خامتها برضو مش وحشه. جبتهم معايا طبعا عشان نغير شكل الكوشونات شويه بتاعه الركنه معانا، بدل ما احنا معتادين على الشكل بتاعها. جبت الاتنين دول معايا ب170 جنيه، جبت دول ب170 جنيه، يبقى الشجره ب450، الحاجات دي كده هيبقوا ب215 بالفرع الزياده ده، دول ب170 جنيه. يا رب اكون عرفت افيدكم في الاسعار، واكون عرفت اوصل لكم كل حاجه انتوا عايزينها، وتكونوا استفدتوا ان شاء الله باذن الله. يا قمريه بقى اشوفك في يوم جديد، ومع السلامه يا احلى قمر.